حبايبي طلاب سنة تالتة إعدادي، كل طلاب محمد عبد المنعم من اسكندرية لأسوان، أهلا وسهلا بك يا بطل. النهاردة في فيديو مهم جدا 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 في مراجعة اللغة الإنجليزية. لو أنت معاك مشكلة في الإنجليش، النهاردة إن شاء الله بعد الفيديو ده هنقضي تماما على كيفية التعامل مع أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية والأسئلة القوية والتريكات، كله موجود في الفيديو ده. انا مش بس هقول لك ازاي تحل السؤال، لا انا هشرح لك الفكره جت منين، بحيث ان اي فكره تيجي شبه اللي قلناه دوت هتلاقيها هتقدر تتعامل معاها ان شاء الله. اهم نقطه في الموضوع هو انك ازاي تتعامل مع السؤال، ازاي تحل السؤال، وهو ده اللي احنا شغالين عليه في الفيديو بتاع النهارده. ما ننساش الملازم بتاعتنا متواجده في وصف الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه عندنا ومنشن وشير لكل صحابك علشان يستفادوا من الفيديوهات بتاعتنا. يلا بطل، شد حيلك، ركز معايا، صلي على الحبيب، جهز حالك كده، ورقه وقلم، حمل الملزمه، ويلا نبدا على بركه الله في الجزء الاول في ملزمه النهارده. بص بقى معلم، جوه الفيديو واحنا شغالين هيبقى فيه اسئله عليها مسابقات ان شاء الله، لازم تكون متفرج معانا لاخر الفيديو. خدوا بالكم في اسئله هتلاقي يعني هطلب منك الاجابات بتاعتها في الكومنتس عندنا في تحت، وهناخد ايه افضل الاجابات والاجابات الصح. هنعمل اسئله سهله واسئله قويه شويه. المهم هنشوف مين الناس اللي عامله اجابات صح، وفي سحب ان شاء الله مع الطلاب اللي كانت بتحل معانا في الاختبارات اللي احنا بننزلها على القناه، وايضا الاسئله اللي بتكون داخل الفيديوهات بتاعت الشرح بتاعتنا. لو انت متابعنا يعني خلاص كل ده هتلاقي في فيديو سحب، هنتصل بيك وهنروق عليك، ما تقلقش. خلاص يلا بس شد حيلك كده وصلي على الحبيب وركز معايا، افتح معايا الملزمه بتاعتك ويلا بينا. عاملين يا اولاد؟ اخباركم ايه؟ يلا نبدا على بركه الله كده. التلخيص المهم جدا اللي اتفقنا عليه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه حبيب قلبي كده، اهم الفوكابيولري اللي موجوده في المنهج بتاعنا. خلاص هنا احنا بنراجع مراجعه الهالو العادي اللي عليه 30 درجه اللي موجود عند جميع الطلاب. ركز بقى معايا يا صاحبي ونبدا على بركه الله. قال لك ايه يا سيدي؟ قال لك اول حاجه كده في الفوكاب معانا عندنا كلمه اسمها باك جراوند. كلمه باك جراوند يا جماعه بمعنى ايه؟ بمعنى خلفيه، خلفيه رجعيه، عندك خلفيه عن الموضوع يبقى دي اسمها باك جراوند. ايضا عندنا يونيك، كلمه يونيك ديت بمعنى فريد او مميز، حاجه سبيشال كده اسمها يونيك. كمل معايا كلمه بليفز، بليفز اللي هي المعتقدات او اعتقادات. طيب strengths بمعنى القوه، strength بمعنى القوة. كلمة value يا ولاد يعني القيمة، أو تمشي verb بمعنى يقيم value. self discovery وده أول يونت عندك اللي بيتكلم عن حاجة اسمها اكتشاف الذات. طيب كلمة كمان اسمها confidence، confidence يعني الثقة. كلمة support حبايبي بمعنى يدعم، زي ما بابا بيقف معاك ويدعمك، زي ما مستر محمد بيقف معاك ويدعمك، فده اسمه ايه؟ support. كلمة فضولي اسمه curious، curious يعني فضولي، شخص بيتطلع للحاجات التانية، الحاجات الإضافية، الشخص اللي عاوز يعرف أي حاجة ما تخصوش، ده اسمه فضولي. خلاص بيبقى مميز وعيب أحيانا يعني. adjusting يعني تعديل أو ضبط. كلمة siblings اللي هم الأشقاء، الإخوات، البراذرز والسيسترز، اسمهم إيه؟ اسمهم siblings. طيب respectful يعني محترم زيك كده. وكلمة supportive يعني الشخص نفسه الداعم أو المساند. وكلمة conflict يعني صراع. طيب bond، كلمة bond يعني الرباط أو الرابط. خلاص كلمة courage اللي هو الشجاعة. والكلمة دي ركز معايا في نطقها communication، قسمها communication يعني اتصال، communication. كلمة حلول يا أولاد اسمها solutions يعني حلول، حل للمشكلة. طيب جاي من كلمة salute. كلمة awkward بمعنى محرج أو غير ملائم، مش مناسب. أما ال AI اختصار لحاجة اسمها artificial، قول ورايا artificial intelligence. كلمة tasks يا أولاد اللي هي المهام أو المهمات. behavior يعني السلوك، اسمه behavior. كلمة humans اللي هم البشر أو البني آدمين. emotions اللي هي عواطف، مش عواطف اللي هي عواطف، لا اللي هي العاطفة يعني، مش عواطف اللي... مش هحكي.
المهم كلمة limits يعني ايه؟ limit يعني حدود، حد كده اسمه limit، يقول لك unlimited يعني ايه؟ الانترنت بتاعك unlimited يعني غير محدود. advanced يعني مستوى عالي، التريكات مستوى متقدم. طيب كلمة innovation كلمة مهمة جدا 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 يعني ابتكار، بمعنى ابتكار. creative يعني انت ان شاء الله او انت يبقى انتوا ايه؟ مبدعين. طيب كلمة proud فخور. طيب الكلمة اللي وراها كلمة محبط يا ولاد اسمها depressing يعني محبط. أما كلمة worth يعني يستحق. challenge التحدي. strength قلناها اللي هي قوة. growth النمو. وكلمة traits يعني الصفات أو الخصائص. كمل معايا الجزء الثاني من الفوكابيولاري الكلمات. صلي على الحبيب. بيقول لك سي دي طبعا الملزمه يا جماعه متاحه معانا ما تقلقوش. ايدنتيتي اللي هي الهويه بتاعتك، اصلك وفصلك. خلاص. ديستراكشن يعني تشتت او تشويش، زي مثلا ما انت بتمسك الموبايل بتاعك كده عشان مثلا تتفرج على فيديو فيحصل لك عمليه ديستراكشن يعني تشويش تشتت، يجي لك نوتيفيكيشن واحد صاحبك بيهري في الهري اللي ملوش لازمه، او واحده صاحبتك بعتلك اي حاجه ملهاش لازمه فتقوم داخل خلاص خرجت بره الدرس. طيب يبقى ده اللي حصل لك ايه؟ distraction. frustrated بمعنى محبط. اما كلمه gesture يعني اشاره. وكلمه silence الصمت. determination كلمه خطيره ومهمه جدا 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 وجايه في الامتحان. determination يعني اصرار وعزيمه. كلمه talent يعني موهبه، دي قسمها understanding هي understand اللي انت عارفها، حطينا لها miss understanding يبقى سوء الفهم. كلمة meaningful يعني له معنى او ذو مغزى، حاجة لها معنى يعني. customize برضو كلمة مهمة بمعنى يخصص او يعدل. كلمة shiny لامع، shiny يعني لامع. confused مرتبك. طيب connection ايضا بمعنى اتصال. كلمة instantly يعني فورا، بتساوي كلمة شبهها اسمها immediately. كلمة donations كلمة feedback الاول. feedback يعني تغذية رجعية او ملاحظات، زي مثلا فيدباك انا مثلا في الاخر بنصح طلابي بقول لهم انا هكتب لك باراجرافات جاهزة، هل انت بتقرأها علشان تخش او تحفظها يعني وتخش ترصها زي ما هي؟ لا، انت بتقراها عشان تعمل لنفسك فيدباك يعني تغذيه، بتغذي عقلك بمعلومات بحيث ان انت لما تخش تعرف تعصر دماغك تجيب معلومه، يبقى دي اسمها كلمه فيدباك. خلاص. او عندك تغذيه رجعيه، يعني مثلا الطلبه اللي بتتفرج عليا على الفيديو دلوقتي شافوني في فيديوهات قبل كده فهم عندهم فيدباك عن مستر محمد عبد المنعم، فاهم حاجه؟ وهكذا. طيب كلمه دونيشن يا اولاد، دونيشن يعني التبرعات. اما كلمه مبادره بص نطقها مختلف شويه، initiative بمعنى مبادرة. طيب useful مفيد. expertise خبراء. وكلمة balance يعني التوازن. والكلمة اللي وراها كلمة عقليا اسمها mentally. وكلمة physical بمعنى جسديا. أما كلمة entertainment قسم entertainment بمعنى إيه؟ بمعنى التسلية entertainment. طيب كلمة self أو side effects يعني آثار جانبية. recommend يعني يوصي أو يرشح. schedule يعني جدول مواعيد. creativity إبداع. prototype كلمة مهمة جدا 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 جدا، مفيش ولا كلمة مش مهمة هنا، كله مهم. prototype اللي هو النموذج الأولي. خلاص. اللي هو مثلا انت دلوقتي هتعمل لي مشروع او انت هترسمي لي رسمه او انت هتعمل مثلا تمثال منحوت. خلاص. فبتعمل نموذج اولي، بتعمل بروتوتايب الاول توريهوني عشان اقول لك ده تمام استمر كمل بقى على نفس الاساس. طيب كلمه solution قلناها بمعنى solution بمعنى ايه؟ بمعنى حلول. كلمه stylish يعني عصري متقدم. relationship يعني العلاقه. وكلمه practical عملي. معقد complex معقد. و ideation اللي هي بمعنى توليد الافكار، جاي من كلمه ideation. وكلمه brainstorm يعني العصف الذهني او يبتكر افكار، او ان انت تقعد كده تقفل دماغك كده او قاعد مركز بتطلع افكار، ده اسمه brainstorm. طيب دي كانت الفوكابيولاري بتاعتنا يا جماعه الاولى
بعد كده عندك مجموعة من الفوكابيولاري التانية حضراتكم لازم تراجعوها. يلا نكمل عشان ما نسيبلكش حاجة خالص ونكون مركزين. مورال مغزى، conflict يعني صراع. اما كلمة empathy يعني تعاطف مع الآخرين. aware جاية من كلمة awareness وعي، يبقى aware يعني واعي. كلمة characters يعني شخصيات. various متنوع various. طيب debate يعني نقاش أو جدال. stuck يعني عالق. ماما بتقول لك مثلا ايه مفيش نزول النهارده، فانت صاحبك جه نادى عليك من تحت فتقول له ايه I'm stuck here، يعني انا عالق هنا مش عارف انزل. خلاص حد عطلان في السكه في الطريق بسبب ازدحام المرور، فهو كده عالق في الطريق مش عارف يتحرك، فده اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه stuck. اما كلمه unfair يعني غير عادل ظالم. distraction يعني تشويش وقلناها. وكلمه notifications الاشعارات بتاعت موبايلك اسمها notifications. كلمه stressed مضغوط، زي مثلا ان شاء الله ربنا يفك من عليكم الضغط، يعني زي فتره الامتحانات كده بتبقى انت قاعد ايه stressed مضغوط. صحيح في طلبه ما عندهاش دم وما بتذاكرش بس هم حاسين بالضغط. المهم ان احنا حاسين بالضغط، ما بنذاكرش بس يعني في احساس بالضغط. تمام. شوكت يعني ايه؟ يعني مصدوم. كلمة fertilizers مهمة جدا جدا جدا. السماد اللي بيتحط على التربة الزراعية قبل ايه؟ او عشان تخلي النباتات تنمو، يعني اسمها ايه؟ اسمها fertilizers. اخر جزء حبايبي صلي على النبي. responsibility كبيرة شوية. responsibility يعني المسؤولية. طيب صديق للبيئة اسمه ايكو فريندلي، يعني حاجة بتتعمل sustainable مستدامة وصديقة للبيئة. كلمة feelings مشاعر. agriculture الزراعة. كلمة dedicated بمعنى مخلص. perfect رائع. make sense يعني ذو معنى. طيب process يعني عملية، وهنا عملية زي مثلا عملية حسابية، عملية رياضية، عملية من عدة خطوات اسمها process. أما كلمة elements يعني العناصر. كلمة forest غابة. كلمة folk بمعنى شعبي. طيب historical يا أولاد بمعنى تاريخي. أما كلمة ambition يعني الطموح. وكلمة symbol يعني رمز. صلينا على الحبيب اللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده عندك بقى السينونيم والانتونيم. طبعا عندنا اسئله اللي تشوز عليها كتير، فحضراتكم بس هتقراها قرايه سريعه بحيث انك تعمل لعقلك كده تغذيه زي ما قلنا اسمها تغذيه رجعيه، او تغذي دماغك بحيث ان انت تعرف تتعامل معهم. سهلين هم خالص يا جماعه، حتى لو انت مش قادر تفهمهم بس برضو سهلين. تعال نشوف جزئيه البريفكس والسفكس دي. بيقول لك عندنا الان دي يا اولاد بتدي العكس بتاع الكلمه. خلاص يعني usual unusual. كلمة ام برضو نفس الكلام، ساعات بتدي عكس الكلمة زي مثلا perfect و imperfect، patient و impatient. طيب كلمة الري بتتحط عشان تخلي again تاني، يعني مثلا write يكتب، rewrite يعيد الكتابة. المس برضو بتمشي عكس الكلام. understand عكسها misunderstand. إذا في كذا طريقة للعكس. ماشي. كلمة بروتو بتتحط ايه؟ قال لك عشان تخلي الموضوع فيرست، خلاص اولي، نموذج اولي. السيلف ريسبكت بإشارة الى السيلف يعني النفس او الذات. كلمة سيلف اصلا بمعنى نفس. طيب اما السفكس اللي هم النهايات يا اولاد، خلاص زي مثلا الاو يو اس، زي كلمة various يعني ايه؟ يعني متنوع او عديد. دي بتخلي الاسم يتحول الى صفة. اما الاي اللي بتكون الصفه ايضا هم معظمهم بيحولهم لادجكتيف على فكره. خلاص زي able واي زي اي ومنت وان. فبرضه هتعرف الكلمات ديت لان دي اشهر الكلمات اللي بتجي لك في الاسئله عليها. emotional enjoyable memorize، وكلمه argument، وكلمه كلمه frighten بمعنى يخيف. بعد كده عندك مجموعه اهو كمان زي curiosity، كلمة ending، كلمة greedy، solver، stylish، active، كلمة mentally، education، shocked، careful، behavior، happiness، useless، decision، importance،
confidence caring مهتم. هتقرا الكلمات ديت وزي ما قلت لك هي متاحه معاك، تعرف كل واحده بتعمل ايه. الموضوع بسيط جدا. تعال نشوف ايه هي التقييمات اللي الفيديو بتاع النهارده ده انا باكد لك اهو مش هيخرج براه الكلام بتاعنا. صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. يلا نبدا على بركه الله يا جماعه ونشوف الكلام بيقول ايه. قال لك his purpose هنا يعني غرضه is to be polite، انه يبقى ايه؟ انه يبقى بايلوت. اسف، بايلوت يعني طيار، هو عايز يطلع طيار. طيب يبقى البيربس هنا يا اولاد معناها ايه؟ الغرض بتاعه. وكلمه غرض حبايبي بمعنى ايه؟ بمعنى جول، اللي هي بمعنى هدف. ويقول طيب I have 5 siblings. أنا عندي 5 siblings. قلنا السيبلينجز دول اللي هم البراذرز والسيسترز، أشقائك. يبقى دي معناها إيه يا حبايبي؟ قال لك sisters والبراذرز إخواتي. طيب قال لك their health has improved lately. طيب قال لك الصحة بتاعتهم اتطورت. lately الكلمة دي بمعنى مؤخرا، في الفترة الأخيرة. قال لك هنا عايز نفس المين، نفس المعنى من كلمة lately يا أولاد اللي هي recently بمعنى حديثا. هي مؤخرا يعني في الفترة الأخيرة. قال لك the bond between، البوند اتفقنا عليها بمعنى العلاقة between brothers make them strong. the word bond، كلمة bond بقى يا أولاد هنا بتعني إيه؟ قال لك بتعني العلاقة. فكلمة العلاقة بقى أقرب كلمة ليها هي كلمة connection يعني اتصال أو أيضا علاقة. لأن argument يعني جدال، discussion يعني نقاش، message يعني رسائل أو رسالة. He tried to solve the problem. كلمة solve يا أولاد بمعنى يحل المشكلة. بتعني إن هو يفايند، عايز find يعني يجد حل. خدناها كذا مرة. قلنا كلمة solution بمعنى إيه؟ بمعنى حل. He is greedy. كلمة greedy يعني طماع. And he thinks only about his benefits. هو بس بيفكر في الفايدة اللي هتعود عليه. عارف انت الشخصيات الطماعة اللي هي دايما بتقعد تفكر في مصلحته. خلاص البنفيت بتاعته هنا يعني افادته او مصلحته بالبلدي. فهنا هتبقى مين؟ هو شخص اسمه selfish يعني اناني. قال لك بعد كده we live in a نقط، احنا بنعيش في ايه؟ world، عالم ايه؟ where technology develops، في تطور كبير جدا للتكنولوجي. طبعا هنا يبقى عالم مودرن يعني ايه حبايبي؟ يعني حديث. عود نفسك على حاجة كده، وقف الفيديو، حل سابقني ب10 أسئلة ثم اتفرج على الحل بتاعنا. ده سيستم كده هيخليك أحسن وأفضل وأسرع في التعلم بالنسبة للأونلاين. أنا بعمل كده مع الطلبة عندي في السنتر أو الطلبة اللي قدامي. ببدأ أنا أشرح، بعد كده أقول لهم يلا حلوا لوحدكم، ثم أنا أعلق على حلهم ويشوفوا الحل أنا بعمل إيه بعدها. ده أفضل وأسرع بدل ما أنت قاعد بتحل ورايا وخلاص بطيخه قاعد ما بتعملش حاجه. لا، انا عايزك قاعد مستفاد اكبر استفاده ممكنه. يلا مع بعض. the hotel looks very، الهوتيل ده شكله ايه؟ with its modern design، بالديزاين الجامد بتاعه الحديث. طبعا هنا يبقى اسمه ايه يا اولاد؟ attractive بمعنى جذاب. يبقى فندق ايه؟ جذاب. طيب قال لك before the interview، قبل الانترفيو المقابله. he was very ايه؟ قبل اي مقابله عندك اما تخش كده تقدم على وظيفه او تقدم في اي حاجه، فبتكون انت طبعا حاجه اسمها nervous بمعنى ايه يا اولاد؟ بمعنى متوتر، وتمشي ايضا بمعنى عصبي على فكره، نرفوزه. 10 a truly a student can think، الطالب الايه يا اولاد؟ can think of new ideas، بيفكر في افكار جديده دايما بيحل البروبلمز. يبقى الشخص الكرياتيف يعني ايه يا حبايبي؟ المبدع. the strong connection between people is a نقط، الكونكشن يا اولاد يعني العلاقه القويه، دي اسمها بوند بمعنى علاقه. a نقط is a machine، دي آلة that can move وdo tasks، تعمل مهمات وتتحرك. طبعا هنا الروبوت يعني الإنسان إيه؟ إنسان آلي. قال لك a task or situation، ده مهمة أو موقف that tests someone's abilities، بيبدأ إن هو يتست يعني يختبر القدرات الشخص. ده يعتبر إيه يا أولاد؟ ده طبعا مش solution مش حل، ولا feeling يعني مشاعر، ده يعتبر challenge يعني إيه يا حبايبي؟ تحدي. وديزاين يعني تصميم. 14 the main problem، المشكلة الرئيسية in the story is called ايه؟ المشكلة الرئيسية اللي في كل قصة يا ولاد اسمها الكونفليكت يعني الصراع. أي قصة بتقراها لازم يكون فيها conflict يعني لازم يكون فيها صراع.
طيب خد بالك عشان في طلبة كتير هتتلخبط وتختار كاركتر يعني شخصية، طبعا ده غلط. 15 to a mean to keep things equal، خلي كل حاجة فيها تساوي أو في الرايت amount. طبعا هنا في تساوي، يبقى ده اسمه إيه يا ولاد؟ اسمه balance يعني توازن. 16 نقط mean the ability to make new ideas، إنك تعمل أفكار جديدة، ده اسمه creativity يعني إيه؟ يعني زيكم كده إبداع. 17 نقط means the ability to understand، انك تفهم وshare someone else feelings، انك تفهم مشاعر الاخرين، ده طبعا حاجة مهمة جدا اسمها empathy يعني تعاطف. لما تيجي تتكلم مع شخص كده وتفهم المشاعر بتاعته، دي كده اسمها ايه؟ empathy يعني تعاطف. 18 means guiding people، إرشاد الناس، solving problem حل المشاكل، working for common goals الشغل ليه أهداف شائعة، ده اسمه إيه؟ قال لك ده leadership يعني القائد. زي ما قلت لك في فرق بين القائد والمدير. القائد هو الشخص اللي بيقعد يحل المشاكل، مش يقول لكم اعملوا كذا، لا لا لا، هو بيبادر بنفسه يحل المشاكل، فده اسمه leadership القيادة. leadership دي بمعنى القيادة مش قائد بقى. 19 the word is the antonym of stress، كلمة stress دي يعني مضغوط، يبقى عكسها ايه؟ مرتاح. فمرتاح طبعا عندنا relaxed يعني مسترخي، nervous متوتر، anxious يعني قلق، worried ايضا يعني متوتر. old fashion موضة قديمة، وكلمة traditional بمعنى تقليدي يعني ايضا موضة قديمة. يقول لك ده شخص تقليدي يعني موضة قديمة، يبقى ده اسمهم ايه؟ قال لك دول اسمهم synonyms. synonyms يعني ايه؟ يعني مترادفات. طيب كلمة solution اللي هي حل، مضادها ايه؟ مضادها هل هي answer ولا problem ولا result ولا key؟ طبعا البروبلم يعني المشكلة. abnormal is antonym، طبعا abnormal اكيد normal، اكيد normal اللي هي بمعنى عادي. طيب the antonym of the word interesting، مضاد كلمة interesting شيق، عكسها ممل، يبقى مين يا اولاد؟ اسمها boring يعني ممل. 24 كلمة mad ديت بمعنى ايه؟ مجنون. قال لك give the same meaning لكلمة مين؟ قال لك كلمة crazy بمعنى مجنون. لا مؤاخذة لكل المجانين اللي معانا حبايبي منورين. 25 نقط is the opposite of fair، fair يعني العدل، خلاص طبعا unfair يعني الظلم أو عدم العدل. The suffix a change the noun health. بص بقى لما تيجي تحل السؤال دوت شوف انت health بتحفظها ايه. قال لك health بحفظها اسمها healthful ولا healthy ولا طبعا healthy واضحة صحي. طيب الار اي بتخش على الكلمه عشان تخليها ايه يا اولاد؟ اجين، يبقى اسمها ايه؟ اسمها اجين. بروتو زي بروتوتايب كده، ديت بتخلي الموضوع في الفيرست في الاول اللي هو النموذج الاولي. ايضا السؤال ده متكرر، الري في مثل السؤال ده خاطئ كله. 30 we add the prefix a to give the opposite ل patient، كلمه patient يعني صبور، عكسها impatient، بالك ام بالام. students were excited، الولاد بصوا بقى ركزوا معايا في الحته دي، الولاد نفسهم قال لك هنا بوصف شعورهم الشخصي، فشعورهم اسمه excited. في طالب تاني ممكن يقول لي exciting، اقول له exciting الاي ان جي بتوصف اشياء، يبقى انت اكتبها كده عندك في الورقه ان الاي دي بتصف شعور، excited شعوره مثار، لكن الاي ان جي بتوصف شيء. لما اقول لك مثلا the film is exciting لكن انا excited، فهمنا الفرق؟ طيب قال لك we add suffix a to make adjective from understanding. طيب قال لك turn the adjective critical، كلمة critical يا ولاد اللي هي بمعنى نقدي عشان تحولها adverb يعني عايز يخليها ظرف او حال، فالظرف ده يا ولاد اللي هو بنضيف له ال واي، فهل هي بقى هتبقى critical هتبقى ال واي ولا اي ال واي ولا طبعا هنا السفكس ايه؟ ال واي critically.
قال لك you have to stay in تقعد in نقط touch طبعا in touch with يعني تبقى على اتصال مع اسمها stay in touch. The Egyptian policeman البوليس ماله نقط us safe بيخلينا safe. ده expression يا ولاد اسمه keep us safe يعني يحافظ علينا. البوليس والشرطة اللي في الشارع هي اللي بتحافظ علينا. قال لك رقم 36 عمر and his group wrote كتب اسمها wrote ايه؟ قال لك اسمها wrote down. يعني ايه wrote down يا سيدي؟ يعني ايه يما؟ wrote down يعني يدون او يسجل. حسن decided to قرر ان هو take responsibility يعني يأخذ المسؤولية اسمها take responsibility. الارتفيشال انتليجنس اللي هي اختصار اي اي allow robot to not decision بتخلي الروبوت ان هو يتخذ قرار. فيتخذ قرار اسمها make decision يعني يتخذ قرار. طبعا مش هنترجم ترجمة حرفية. Great projects المشاريع الكبيرة are not out. قال لك كلمة carry out expression على بعضه بمعنى ايه؟ بمعنى يحدث او يتعملوا يعني. في مصر you shouldn't نقط ما ينفعش ان انت ايه your time playing انك تقضي وقتك او تضيع وقتك في لعب الجيمز طول الوقت. يبقى انت shouldn't لا ينبغي انك ايه؟ قال لك spend يعني يقضي وقتك. تقعدش كده مقضي وقتك طول الوقت ماسك الموبايل اللي هو بقى مصيبة عند الناس كلها دلوقتي. ماسك الموبايل وقاعد في الاخر ايه؟ زي البطيخة في الامتحانات. لا حاولوا. على فكرة أول خطوة هتخلي دماغك مش مصدعة وتخليك مرتاح وتخليك رايق إنك تقلل استخدامك للموبايل. إن شاء رب العالمين على القناة عندنا انتظر فيديوهات كتيرة بنتكلم فيها عن إزاي نقلل استهلاكنا للموبايل دوت علشان نستمتع بحياتنا. حياتنا بتضيع بسبب الموبايل يعني في حاجات كتير أصلا في حياتنا بتضيع بسبب بس السوشيال ميديا. مش الموبايل عموما، السوشيال ميديا. خلاص خليها في وقتها. صلى على النبي. تعالى معايا كده نشوف عندنا برضو نوع تاني من الأسئلة في الامتحان. طبعا الامتحان احنا عارفين ان كل سؤال عليه ايه؟ درجة. عندك 30 درجة بإذن الله يبقوا مضمونين تجيبوا ال 30 من 30. خلاص يلا معايا كده. My friend ليلى has been on a journey. ليلى كانت في رحلة on self-discovery she learned that her true. زي ما عودتك كده الطلبة اللي بتتابعانا من بدري قلنا أول حاجة لازم بينا وبين بعضينا نترجم الكلمات اللي فوق دي مع نفسي الأول، ثم بعد كده أبدأ أشتغل أو أحل عليها. خلاص فليلى learned that her true. ليلى اتعلمت إن her true نقط is about who she is really inside. يبقى her true الثقة بتاعتها لا آسف الايدنتيتي يعني إيه؟ يعني الهوية بتاعتها إن هي who she is really is inside. هي مين من جواها. she now هي ايه؟ نقط on. عشان حرف الجر on ده هنختار كلمة focused. يعني هي دلوقتي بتركز على السترينجز بتاعتها اللي هي القوة بتاعتها like being زي انها تبقى نقط listener يعني مستمعة جيدة. فيبقى جيدة يا ولاد اسمها ايه؟ اسمها good. طيب and قال لك this showing kindness وبين الطيبة. البروسيس ديت helped her gain اكتسبت مور ايه؟ طبعا العمليه ديت بتخليك انك تكتسب ثقه في نفسك. لما تسمع اللي قدامك كويس فبيكون عندك ثقه بنفسك مع الوقت. يبقى دي اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها confidence. يلا الثانيه يقول لك ايه؟ يقول لك reading stories is a powerful way. دي انك تقرا قصص دي حاجه powerful قوه عشان تتعلم. It helps us to explore different cultures نتعلم ثقافات مختلفه and points of ايه؟ كلمة على بعضها احنا حافظينها كلنا اسمها points of view. يعني ايه؟ يعني وجهات نظر. When we see characters لما بنشوف الشخصيات face وشهم challenges تحدياتهم او التحديات اللي بتواجه الاشخاص مش وشهم يعني التحديات التي تواجه الاشخاص. We develop احنا بنطور not for them. طبعا we develop ايه؟ critically ولا empathy ولا moral ولا spark. طبعا هنا for them stories can not our imagination. طبعا هنا يا جماعه تقدر ان هي ايه؟ خيالنا. في رقم 3 بص انا قدامك اهوت يعني عايز اعلمك ازاي لما تغلط في الامتحان تفكر. انت دلوقتي محتار في رقم 2 تختار ايه؟ develop اطور ايه؟ طيب المورال
ولا الامباثي ولا الكريتيكالي، مش عارف صح. طيب فتبدا تكمل، مثلا انا بقول مثلا stories كان نقط ايه الايماجينيشن الخيال، يبقى انا هروح لكلمه ايه؟ كلمه spark. ممكن تلمع او تلمع، تخلي يجي لنا يعني الخيال. and teach us to think، وتخلينا ان احنا think نفكر ايه؟ قال لك think نفكر يعني مغزى ولا بعطف ولا critically بنقد، نفكر كويس، نفكر هنا نقدي critically about our choices، يبقى طبعا هي رقم 4. يعني نفكر بنقد يعني ايه؟ يعني نقول افكارنا او نفكر فيها كويس. فهنا بقى رقم 2 we develop نقط for them. طبعا هنا يا جماعه لما بتشوف التحديات اللي بتواجه الاشخاص، يبقى هنا هتبقى رقم 2 اسمها ايه؟ empathy، يعني التعاطف. طيب بص ديت كده ركز فيها، هسيبها لك اكتب لي الاجابات بتاعتها في الكومنتات مع بعضها كده، دي اعتبرها مسابقه كده. اكتب لي الاجابات بتاعتها، قول لي 1 كذا 2 كذا 3 كذا 4 كذا. خلاص. طيب هي كلها سهله. كلمه honest يعني امين، confident يعني واثق، unfair يعني ظالم او غير عادل، practical يعني ممارس، وكلمه mistake يعني خطا. خلاص انطلق يا معلم وفكر فيها بالراحه. طيب تعالى بينا اوريك كده شكل قطعه كمان. خلاص. القطعه يا جماعه في الامتحان بيجي عليها اسئله كتيره جدا، فلازم نركز. انت بتتكلم في 6 اسئله ب6 درجات. اكبر سؤال في الامتحان يعتبر، يعني مش اكبر سؤال بس هو من اكبر الاسئله، القطعه. اول حاجه هتقرا القطعه كده قراءه سريعه عشان تفهم بس السياق العام بيحكي في ايه. رقم 2 هتخش تقرا الاسئله الاول، ولازم تكونوا فاهمين صيغ الاسئله اللي هتجيلكم ان شاء الله، زي the main idea الفكره الرئيسيه للقطعه. زي مثلا ده سؤال على القطعه، اما ممكن يجي لك سؤال تحته كلمه تحتها خط يسالك عن معناها، لو هي ضمير يقول لك هي عايده على مين. طيب بعد كده من الاسئله برضه اللي بتقابلني زي مثلا give 2 examples، ادي مثالين ده في القطعه. في سؤال رخم ساعات بيجي اسمه summarize، يعني لخص فقره معينه في القطعه. خلاص. لازم تكون فاهم الاسئله. بعد ما تقرا الاسئله تقوم طالع على القطعه قارئها قراءه بالتفصيل. يبقى رقم 1 اقرا كده سكامينج، قراءه سريعه بس افهم هي بتتكلم عن ايه، وانا من اول جمله عرفت ان هي اي اي، يبقى دي قطعه سهله. حلو. بعد كده ابدا اقرا الاسئله عشان احط جوه نفسي شويه تساؤلات. بعد كده ارجع للقطعه، قلمي الرصاص في ايدي، اقرا بقى بالراحه وتاتا وبالراحه، وانا بقرا هلاقي اجابات للاسئله اللي اتسالت عليها تحت. خلاص. فالاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنس سيت اب برينج هيوج تشينجز، عمل تغيرات كبيره جدا في الورلد بتاعنا في عالمنا. خلاص. وبرضه انتظر على القناه عندنا فيديو ازاي تذاكر بالاي اي كل المواد بتاعتك. بص هروق عليك. قال لك one of the most exciting field is medicine، واحده من اكبر الفيلدز المجالات هو الطب. it's near future السيرجريز الجراحات will be assisted by highly advanced robots. بيقول لك ان الروبوت هو اللي هيساعدنا في الجراحات ديت. we will reduce هنقلل الهيومن ايرورز الاخطاء البشريه. خد بالك هو عارف ان انت مش عارف كلمه ايرور، مفترض اسالك عليه، فهنقلل الايرور. لازم انت تستنتج معنى كلمه ايرور اللي هي بمعنى ايه؟ اخطاء. طيب كمل معايا. فبيقول لك ايه؟ and help patient to recover faster، تساعد البيشنت ان هم يعني يريكفر يعني يتعافوا بسرعه. AI programs will also be used to analyze medical data. طبعا هنا هيحلل الداتا، التفاصيل او البيانات. helping doctors هيساعد الدكاتره diagnose illness much earlier than it possible today. قال لك in our homes AI will make it life easier، خلي حياتنا اسهل. smart robots الروبوتات will do housework، الروبوت هو اللي هيعمل كل حاجه في البيت. حلوه، البنات بتحب الموضوع ده. بدل ما امك تقول لك ايه قومي يلا اغسلي المواعين، قومي كنسي، لا الروبوت هو اللي هيعمل كل ده. like cleaning والcooking كمان. however امال الانسان هيعمل ايه؟ يعني دي برضه حاجه غريبه، الانسان هيعمل ايه في الحكايه دي؟ يعني كتر الرفاهيه ده على فكره ممل، مش حلو. يعني لما الواحد يكون فيه رفاهيه اوفر، رفاهيه في كل حاجه اوفر كده، شيء ممل. امال انا هفضل قاعد يعني الاجهزه شغاله وانا قاعد ما بعملش حاجه؟ حرام يعني. طيب however it's important to remember، لازم نفتكر ان الاي اي its limits. AI has its limits، لها حدود. it can't replace the creativity، ما ينفعش يجي ناحيه
الكرياتيفيتي ابداع الارتست الفنان او الكايندنس طيبه بتاعت الدكتور. while AI will handle many tasks وهو بيتعامل مع بعض التاسكات او تاسكات كثيره it won't be able to understand the human feelings عمره ما هيفهم المشاعر ولا الايموشنز العواطف. We must be prepared for this future لازم نجهز للمستقبل ده using the benefits of AI نستخدم بس ناخد منه الحتة المميزة while valuing the special qualities that make us human. طيب السؤال الأولاني بيقول لك المين ايديا الفكرة الرئيسية AI is too dangerous خطير؟ لا. طب AI has benefits and limits؟ هي الإجابة على طول له مميزات أو فوائد وليميتس وحدود. قال لك AI will help doctors by هيساعد الدكاترة إن هو talking to patient families هو اللي هيكلم الأسرة ولا diagnosing illness ممكن ولا building new hospital لأ ولا creating human emotions لأ. خلاص هي الإجابة وأصلا هي موجودة فوق في القطعة دي underlined errors خلاص فهمناها. كلمة errors اللي هي mistakes يعني ايه أخطاء. السؤال اللي بعده give two examples how AI useful in the future ازاي يكون useful في المستقبل. دي موجودة في القطعة عندنا يا جماعة ان هو ممكن نستخدمه هنا في ال AI will also used analyze medical data دي فكرة ايه خلاص. وممكن كمان will do housework like cleaning and cooking. يبقى دول كده two examples مثالين. بعد كده بيقول لك what does the sentence AI has its limits يعني دي معناها ايه؟ الكلمة دي معناها ايه؟ ان هو عنده حدود ان هو مش كل حاجة هيقدر يعملها صح؟ ففي هنا في الإجابة حتة تمشي ان هو ايه؟ تاخد بقى من وراها it can't replace ما يقدرش ان هو يستبدل الكرياتيفيتي بتاعت الارتست ولا الكايندنس اوف دكتور while AI كمان هاندلي من ممكن تقف لحد هنا. ممكن تقف لحد هنا دي إجابة رقم 5 وتعملها بالرصاص وتقوم ناقلها. طيب بعد كده يا ولاد بيقول لك how do you think هنا طالما لو لقيت السؤال فيه الشكل how do you think هتعرف ان انت هتهبط تعرف ان ايه خلاص يعني دي مرحلة الهبد لعبتك بقى معلم. AI smart robots might change family life يقدر ازاي يغير حياة الفاميلي. ممكن نجيبها من القطعة والسؤال دوت براحتكم تكتبوا فيه اي حاجة برضو ده اعتبروه كده سؤال كريتيكال فكر فيه واكتبوه لي في القطعة. طبعا مش دي القطعة اللي هتيجي في الامتحان ده لو جت تبقى انتم محظوظين يعني ده انا ههيص عليها سنة كاملة. المهم لا انت بس ايه فكر كده ازاي تعتقد سمارت روبوتس might change family الروبوتس يا ولاد ازاي ممكن change your family life يغير حياة الأسرة. اكتبوا لي في الكومنتس كده من وجهة نظركم جملة واحدة بس بالانجلش ماشي. يلا بينا نكمل. عندك ايضا يا اولاد في قطعة بتكلمنا عن الاونلاين شوبينج ودي قطعة من القطع اللي انا حاسس ان ممكن الاقي عليها في بعض المحافظات باراجراف موضوع تعبير عن الاونلاين شوبينج ايضا بنفس الطريقة خلاص. ثم بعد كده عندنا سكول جاردن بروجكت تلخيص الستوري القصه بتاعتنا. البنوته زينه الجميله اللي عملت فكره جميله جدا جدا ونتمنى كل الولاد والبنات يتعلموا منها ازاي نساعد البيئه بتاعتنا وازاي نساعد مكاننا يبقى نظيف ومكاننا يبقى منظم سواء بقى مدرستنا سواء البيت عندنا مكتبنا الشخصي اي مكان انت فيه ازاي نخليه كويس. تعال نشوف سمري يعني تلخيص. الاول مين صلى على النبي؟ صلى على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. طيب بص حبيب قلبي the story is about girl called زينة. بنوته كان اسمها زينة. اي حد بقى ما سمعش قصه خالص خد مني المعلومات. بنوته اسمها زينة دي new student at preparatory school بنت جديده في المدرسه البراب الاعدادي. she noticed that school playground was empty and boring. هي لاحظت ان الملعب بتاع المدرسه كان فاضي وبورينج ممل. ايه القعده الممله دي؟ ما تيجي نقوم نزرع. تمام. زينة wished to change it هي بتتمنى ان تغير الموضوع دوت ولكن she was afraid that no one would listen to her. كانت خايفة ان محدش ممكن يسمع لها ابدا. زينة shared their idea with her friend Nancy فكرت مع زميلتها نانسي and together they decided to create a garden behind وقرروا ان هم يعملوا garden حديقة behind the school عند باب او خلف المدرسة. زينة took responsibility عملت بقى ان هي responsibility خدت المسؤوليه. write a proposal explaining the advantages and disadvantages
كتبت بقى المميزات والعيوب of the project عن المشروع ده. هي قدمت presented their idea to the students council في مجلس الطلاب زي مثلا شؤون الطلاب كده، او يعني في المفروض في بعض المدارس يكون في حاجه اسمها شؤون طلاب او المجلس الطلابي، ده مجموعه من الطلاب او رؤساء الفصول بيتجمعوا مع بعض بحيث ان احنا نناقش ايه؟ نناقش مميزات المدرسه او هنعمل ايه او هنطور في ايه. قال لك enough though she was nervous، كانت قلقانه في الاول، ولكن بعض الطلاب ضحكوا عليها طبعا at her doubts خلاص، وده طبعا ابتدوا يشككوا في الايديا بتاعتها. ومع ذلك مس هدى ده بيولوجي تيتشر مدرسة البيولوجي supported زينة، دعمتها and helped her from a team، وساعدتها من من فريق each student their own talents، كل طالب هيستخدم الموهبة اللي عنده to help with the garden عشان يساعد في الحديقة دي. المهم الأول التيم دوت قابل شوية problems مشاكل. they needed money، محتاجين فلوس. some plants، بعض النباتات بتموت because the heavy rain، لأن حصل أمطار وبقى في نباتات بتموت في الأول. زينة felt disappointed، الأول حست بالإحباط، ولكن she didn't give up، هي لم تستسلم. instead بدلا من كده she showed determination، أظهرت الإصرار والعزيمة and worked with her team، واشتغلت مع فريقها عشان find solution، نشوف حلول للمشاكل اللي بتقابلنا. they learned which plants، اتعلموا ازاي النباتات بتتعمل، the climate and how to protect them، وازاي نحافظ عليها. after month، بعد كام شهر من الهارد ورك، الجاردن فعلا نجحت. successful students enjoy eating، الولاد بقوا في الفسحة كده بيروحوا ياكلوا هناك ويتغدوا هناك. and الكافيتيريا used vegetables from the gardens، وكمان في الكافيتيريا بقوا يقطفوا الخضروات اللي اتزرعت من الجاردن. زينة learned that being a good leader، هي اتعلمت ان هي تبقى good leader، قائدة جيدة. ده means taking responsibility، ده معناه ان انت تكون لديك المسؤولية and not blaming others، وما تقعدش تلوم في الاخرين. دلوقتي هي بقت مسؤولة، مش الجو مطر قاعدة تلوم بقى انت غلطتي في كذا، لا ده انت عملتي كذا، لا ده ده اسمه شغل هكس بيضيع وقت. لكن في اخطاء طب تعالوا يا جماعه نحل الاخطاء، وانا اللي هبادر معاكم بان احنا نحلها. ده اللي هي اتخذته او الفكر، واللي انا بعلمه لكم، واللي انتوا لازم تفهموه من مغزى القصه. في النهاية الجاردن غيرت السكول وغيرت كمان ستودنتس الطلاب، وthey became more respectful، أصبحوا أكثر احتراما للإنفايرمنت والبيئة، وأيضا worked together، اشتغلوا مع بعض كتيم. زينة learned that small ideas، عرفت إن الفكرة الصغيرة قال لك lead to big change، ممكن تؤدي لتغيرات كبيرة when people believe in them، عندما يثق الناس بها. دي الترجمة بتاعتها حبايبي عشان الطلبة اللي ما حضروهاش. وتعالى نشوف الأسئلة بتاع كتاب المدرسة بتقول إيه. زينة was always، كانت بنت إيه يا جماعة؟ student at the preparatory school. قال لك يا ترى كانت بنت curious فضولية، lazy كسولة، nervous متوترة، worried قلقانة. قال لك she was always a student at preparatory school، دي موجودة في الحتة الأولى أهي. كان يو شي نوت، طبعا هي كبنوته جديده. بص حبايبي بقى، دي كده الاسئله بتاع كتاب المدرسه اللي موجوده فيها، خلاص اسئله بسيطه جدا جدا جدا، خلاص. وهنا ايضا يعني الاجابات بتاعتها ان شاء الله هتلاقيها كلها في هم 12 سؤال، يعني هتلاقيهم كلهم موجودين في التليجرام عندنا، خلاص. دي الاجابات بتاعتهم، ولكن يعني ده فكره القصه، وهي المساله كلها هي حفظ كلمات، وكلها اسئله سهله خالص خالص خالص، ما فيهاش اي حاجه. طبعا بعد كده عندنا بقى اسئله الريرايت يا جماعه، بعد اسئله الستوري. خلاص اسئله الستوري طبعا احنا زي شرحنا القصه وقلنا الاجابات بقى تبقى واضحه منها فيه. اما اسئله الريرايت ركز معايا، احنا شرحنا فيديو جامد جدا 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 للجرامر، لو انت ما شفتوش على طول خلص الفيديو دوت وارجع لفيديو الجرامر، هتلاقي الفيديو اللي قبل ده ان شاء الله فيديو قوي جدا جدا جدا. انت في ساعه هتلم الجرامر شرح تفصيلي، يعني بص كانك ما سمعتش قبل كده خالص معايا. بعد كده هديك ان شاء الله الزتونه في فيديو صغنطوط خالص في الجرامر كله في 10 دقايق. المهم قال لك she has cleaned the kitchen. تعالى كده نحل، يعني هنحل كده معظم الاسئله ان شاء الله.
she has cleaned the kitchen عايز yet. طيب yet يبقى هنفي الجملة، يبقى هقول له she hasn't cleaned the kitchen yet. عايز كلمة just ركز. I met هنا a few moments ago ديت لازم تتشال لأن just مضارع تام، يبقى I have just. أنا لسه حالا بعد كده التصريف الثالث من met اسمه met my uncle. قال لا امال انت وديت فين few moments ago؟ قال لك شلتها لان هي المعنى بتاع كلمه ايه؟ just. سؤال 3 بيقول لك I have never seen a whale before. انا ما شفتش whale قبل كده، حوت. عايز كلمه ever. بص التركيبه دي هتقول له it's طبعا الاي كابيتال it's the first time. دي اول مره I have ever اول مره على الاطلاق seen a whale. عايز since قال لك the last time I saw كريم was in May. اخر مره شفت فيها كريم كان في شهر مايو. هي انا ما شفتش كريم since مايو، يبقى I haven't seen كريم since وهي since ايه؟ since شهر ماي. عايز been قال لك someone has fixed the computer. been يعني جمله مبني المجهول يا اولاد، يبقى نقول ايه؟ the computer هبدا بيها بس التي كابيتال ما انساش. has been والتصريف الثالث جاهز عندنا هو fixed. They have started new project to build a new school before. عايز never طبعا هم بدأوا لسه بادئين new project مشروع جديد to build a new school before. عايز never. انت ممكن حضرتك تحط كلمة never هنا وخلصنا بس تشيل before. يعني اقول لك she had never started new project to build a new school. هم عمرهم قبل كده ما كانوا بدأوا مشروع في تجديد المدرسة. طيب اف بقى عشان صعبة شوية وركز معايا وحلناها كتير في الفيديو الرئيسي، ولكن بفكرك اف يا سيدي هنا انا ما عنديش غير الحالة الثالثة اللي لازم تكون حافظها. اف ماضي تام وذهب والتصريف الثالث. اف ماضي تام وذهب والتصريف الثالث، اوعى تنسى. والجملة المثبتة بخليها منفية والمنفية بخليها مثبتة. فهنا بقول لك هم فوتوا الاتوبيس لان هم صحيوا متاخر. طب هبدا بانهي جمله؟ قال لك اف هنا هنبدا بها الجمله في الاول يا سيدي، ولا هو عايزها سمول؟ هو عايزها سمول يعني عايزها في نص الجمله. لا جمله صعبه وجمله لفه وجمله جامده. صلينا على النبي، ركز معايا. هنا هنقول له ايه بقى يا سيدي؟ ممكن نقول له ايه بقى؟ ركز معايا. they احنا عندنا اف ماضي تام وذهب التصريف الثالث، فانا هخلي ديت wouldn't have والتصريف الثالث، يبقى they wouldn't have missed the bus. هم ما كانوش هيفوتوا القطر if لو they hadn't got up late. طب انت ليه خليت اف في النص يا مستر؟ في النص من الجملتين علشان هنا الاف جايه سمول يعني عايزها في النص، لو جايه كابيتال عايزها في الاول. يبقى هم ما كانوش هيفوتوا الاتوبيس لو هم ما كانوش صحيوا متاخر. طب انا لو بدات بيها قال لك هم معنى الجمله الرئيسيه هم فوتوا الاتوبيس لان هم صحيوا متاخر. ما انساش هنا الجمله المثبته بخليها منفيه والمنفيه بخليها مثبته. اللي بعده نفس الحكايه برضو. She didn't take an umbrella so she got wet. عايز wouldn't have يعني عايز if، فهقول لك if she هي هنا منفيه انا هخليها مثبته بس في الماضي التام، يبقى if she had ولا hadn't؟ لا had بس يا مستر. if she had taken an umbrella تصريف ثالث an umbrella. معلش هي صعبه شويه يا اولاد معلش. an umbrella خلاص كوما تفصل بين الجملتين. she wouldn't have get well.
she وهو اصلا طالبها مني اهو wouldn't have get wet لا got اسف got ماضي تصريف تالت. طيب نكمل كلامنا بقى بعد ما قسمنا لكم كده السبوره عشان يعني تحاولوا ايه نكتب هنا بوضوح اكتر. برضو خلاص يبقى احنا فكره اف مش هنتكلم فيها كتير، خلاص هي الفكره الرئيسيه كده انت قدام عينيك كده بتقول اف خلاص. بعد كده انت عارف القاعده هاد والبي بي كما would have والبي بي. تبدا تبص على الجمله الرئيسيه اللي هو مديها لك خلاص، والجمله بتركبها على القاعده دي. الجمله المثبته بس ما تنساش تخليها منفيه والمنفيه تخليها ايه مثبته. تعال اوريك فكره كمان كده سريعه. يلا بيقول لك هنا she didn't have enough money so مش عارف انت هتشوفها كويس ولا لا. she didn't have enough money so he didn't buy dress. هي مش معاها فلوس لذلك ما قدرتش تشتري فستان. يبقى لو كان معاها فلوس كانت اشتريت الفستان. خلاص يلا طبق على القاعده. هتقول if she had هو اصلا طالب منك بين قوسين هاد عشان بس انت تكون فاهم. هاد الاولى التكوين، هاد الثانيه التصريف الثالث من كلمه يملك. if she had enough money لو هي كان معاها فلوس كوما she عشان هنا هي منفيه انا هخليها هنا مثبته would have هي كانت ايه باي هخليها انا ايه بوت اللي هو التصريف الثالث كانت اشترت ايه ذا دريس الفستان. كده يا جماعه احنا فهمنا قاعده اف بتتحل ازاي. الحاله اف اللي عندي اللي هي الحاله الثالثه. نيجي بعد كده لسؤال جديد. قال لك السؤال رقم 13 ده. السؤال رقم 13 دوت يا دكتوره بيقول لك ايه؟ بص يا سيدي بيقول لك السؤال رقم 13 اهو they will not open the shop tomorrow. عايز want to be افهم من كده ان هو عايز قاعده باسف مبني المجهول. فتعالى بينا نشوف. هقول لك ايه؟ هقول لك سؤال رقم 13 يبقى إيه هو عايز الشوب المجهول المفعول به الشوب يبقى ذا شوب ما ننساش التي كابيتال ماله وجمله منفيه يبقى want to be هو طالب مني want be والتصريف الثالث من كلمه open تبقى opened عشان دي قاعده المجهول. وبعد كده احط في الاخر كلمه مين يا ولاد؟ tomorrow عادي خالص. طيب برضو السؤال اللي بعده نفس الفكره بالظبط. انا بس بديك الهنتايه كده عشان تفهم المطلوب منك. برضو هنا will be يعني مبني المجهول. هنا will the classroom. بص بقى هو هنا ركز معايا. السؤال رقم 15 ده will ده سؤال تعال نحله مع بعض عشان اطمنك ايه بيتحل ازاي. ده سؤال يا صاحبي بيقول لك will they paint the classroom. هل هم هيدهنوا الكلاس روم؟ هو عايز بقى will the classroom. يبقى انا عادي جدا هقول له هل الكلاس روم هيدهن؟ عايزه مجهول بس سؤال. فيلا نطبق. هتبقى رقم كام دي؟ 15. هتبقى will the classroom. بص انا بعمل ايه؟ بي والتصريف الثالث من الفعل اللي عندك اللي هو كلمه بنت ده painted. هل الكلاس روم سوف يدهن؟ بس هو ده المطلوب. ممكن تكمل طبعا الكلمه الاخيره بتاعتك ايه؟ tomorrow. تمام. طيب هنا برضو خلاص نفس الفكره. بعد كده نخش على فكره shouldn't يا اولاد. shouldn't اما اقول لك it's a bad idea انها فكره سيئه يبقى هي you shouldn't. ما انساش ان انا لازم اقول له you shouldn't لاني it's bad idea بتبدا كده لا انا ببداها بيو خلاص. فهي هنا يبقى it's bad idea ديت اسمها ايه؟ قال لك اسمها you shouldn't. والمصدر عندك الفعل اللي هو مين؟ اللي هو توك. كمل بقى اللي وراه كله زي ما هو. خلاص انت في الفيديو دوت مش محتاج تسمع الشرح، انت محتاج تسمع تكنيك الحل ازاي بحل يا مستر. لكن الشرح في الفيديو التاني خلاص التاني ابو ساعه ده مهم. it's forbidden انه ممنوع to take photos. يبقى هي ايه؟ اكيد mustn't. يبقى ايه؟ هشيل it's forbidden دي واحط مكانها برضو you mustn't.
وبعد كده مصدر الفعل عندك اللي هو تيك ده عادي خالص. you mustn't take، ما ينفعش ان انت تاخذ صور مش عارف ايه. كان you have permission، انت عندك الاذن، هي you can. طب هل كان تو ولا كان يوز على طول؟ قال لك كان يوز على طول بدون التو. طيب it's good idea to visit، اكيد طالب should. يبقى هي ما ننساش ان لازم ابدا جمله بيو، يبقى you should. المصدر برضو اللي هو visit على طول. it's necessary، ايه دي يا مستر؟ قال لك دي معناها ضروري، هي must. خلاص ما ننساش ان هقول له you must do your homework. you have permission خلاص قلناها، خلاص كل ده اتقال، نفس الافكار مفيش تفكير، مفيش حاجه جديده. اسف. هنا never. تعالى بقى ايه نقفل الصفحه دي كده ونشوف الفكره بتاعت ايه، بتاعت الكلمات الجديده. خلاص هو هنا بيقول لك don't waste، ده ايه ده؟ ده امر يا مستر. الامر يا اولاد اما تيجي تؤمر حد بتؤمره بايه؟ بتؤمره يا اما امر يا اما كلمه don't. هو عايزك هنا هتشيل كلمه not وتحط مكانها never. يبقى never waste your time او waste electricity، ما تضيعش كهرباء. I can't open the window she said، ده قاعدة المبني الدايركت والاندايركت، المباشر غير مباشر. فانت هتعمل ايه؟ هبدأ الجملة بشي said عادي. خلاص she said والاقواس بتتشال بحط مكانها كلمة that. اي طالب مذاكر معايا وحتى الطلبة اللي واخدين البلاس فاهمين الفكرة انا شغال ازاي، بمشي حتة حتة اسمها تاتا تاتا، واحدة واحدة. الاي عايدة على شي فهنزلها شي. الكانت هتبقى couldn't. اوبن هخليها مصدر زي ما هي اوبن. كمل ذا ويندو ونحط نقطة. يبقى هي قالت ان هي ما كانتش قادرة تفتح الويندو. told me we are studying for exam now. عايز they said، يبقى هقول لك ايه؟ هبدأ الجملة they told me، هم قالوا لي. الاقواس بتتشال ونحط ذات وممكن ما نحطهاش. الوي بقى عايدة على مين؟ عايدة عليا ولا عليهم؟ هم صح؟ يبقى they told me they، هم قالوا لي ان هم. الام والاز والار تبقى was where، فذي تاخد مين يا اولاد؟ where. studying هتنزل studying، مفيش اي مشكلة. for the exam، اللقطة في كلمة now، الطالب الشاطر حافظ ان كلمة now بتتحول تبقى then، يبقى هنزل كل الجملة زي ما هي بس عند كلمة now اخليها ايه؟ then THEN. صلينا على الحبيب اللهم صل على سيدنا محمد. ده برضو افكار الدرس ده. وهو هنا يا جماعه احنا رحنا جينا طلعنا نزلنا كلهم رايحين على نفس الكلام. تعالى لي كده مثلا عند القاعده بتاعت although جمله 40 دي. even though it was cold، بالرغم من ان الجو كان ساقعه. we swam in the sea، احنا عمنا في البحر. تخيل ان even though هي although معناها بالرغم من. يعني اعمل ايه؟ شلت دي وحطيت دي وهتنزل عادي، يعني هتقول although it was ايه دي؟ it was cold we swam in the sea، ولا اي حاجه، سهله خالص ما فيهاش مشكله. طيب بعد كده يا اولاد دي اسئله الجرامر. طبعا اسئله اللي هو الكومبليت كلنا عارفين وحافظين وفاهمين ودريانين بالفكره بتاعت. هنا بقى يا اولاد درس الاسئله بتاعت الكومبليت بقى، خلاص عرفنا الفكره بتاعتها. زي مثلا كلمه since تتحول تبقى كلمه for، خلاص عشان 7 سنوات. قال لك ايه a lot of trees، هنا مبني المجهول يبقى القاعده مش have planted، لا ده have been وبعد كده كلمه planted عشان تبقى ايه مبني المجهول. we live in، طبعا recently كلمه دل على المضارع التام، يبقى مين الشاطرين اللي بيقولوا have؟ احسنتم we have lived. قال لك have you never، لا في السؤال يا مستر اسمها have you ever. they have ever، طبعا هنا بدون فقاقة هتبقى never مش محتاجة أي فقاقة. he has left just، طبعا عارفين إن just بتيجي قبل الفعل يبقى he has just left. the ground، الأرض be wet، طبعا هنا if ماضي تام يبقى دي هتبقى إيه؟ قال لك دي هتبقى would have، والتصريف الثالث من be اسمه been. would have been wet if it had run، لازم تكون حافظ هي عشان هي حالة واحدة بس، الحالة الثالثة من if. قال لك عادل
would travel. طبعا هنا if برضه ماضي تام يبقى would have. والتصريف الثالث اسمه يا حبايبي traveled. برضو if you're listening if you had. ولسن تصريفها الثالث اسمه listened. بالدي وبالتي صح. if I have لا if I ركز بقى had ولا ايه دي؟ لا had بس. if I had studied hard. if she had arrived already she would. احنا حافظين اسمها would ايه؟ قال لك اسمها would have والتصريف الثالث يبقى would have والتصريف الثالث من كاتش يا اولاد اسمه ايه؟ اسمه could. شد حيلك. if I had enough طبعا هنا had ده فعل اساسي انا عايزه في الماضي التام يبقى had بتاعت الماضي التام وهاد التانية التصريف الثالث من كلمة يملك دي. The car will fix. هي العربية اللي بتصلح نفسها بنفسها؟ يا ريت والله. لا العربية بتتصلح يبقى دي مبنية المجهول يبقى will be fixed. The test برضو نفس الفكرة will be prepared. قال لك the exam will be corrected يبقى نقوم كاتبين الكلمة بالاي دي. driverless car will برضو be used. the homework will be done. خلاص نفس الحكاية بقى. المهم 19 بقى تامر not should لا اسمها يا أولاد اسمها shouldn't. students should stay. students طلاب should stay up to late لازم يسهروا. ما ينفعش تسهر. اللي هيسهر ده هيسقط. اللي يفضل سهران دوت هيسقط. ما تسهرش خلاص جت 12 نام وان شاء الله ربنا يحلها. يبقى ايه؟ يبقى should didn't وستي تكتبها. although نادر is tired he must. طبعا must بيجي وراها مصدر على طول يبقى finish. because the mobile is useful it has disadvantage. طبعا هنا مفيد ولديه عيوب يبقى كلام عكس بعضه يبقى كلمة ايه؟ although اللي هي بالرغم من اللي هي دي اهي. although دي اهي اكتبوها هنا. احنا بس عشان دي المساحة بس والوقت بتاع الفيديو مش عايزين نطول احنا عايزين نختصر عليك الكلام. we shouldn't مش محتاجة فقاقة شد على طول. on one hand قلت لكم احفظوا القاعدة دي. on one hand on the other hand on one hand on the other hand يعني ومن ناحية أخرى. يبقى هنا على طول كده من ناحية التكنولوجي مفيدة on the other hand ومن ناحية أخرى it causes distraction بتعمل تشتت. didn't الأمر دايما بيكون يا إما ب don't يا إما بالفعل في المصدر. مفيش didn't يبقى هي أصلها اسمها إيه يا أولاد؟ don't. طيب كده يا رجالتنا يعني دول مجموعة من الأسئلة برضو مجموعة من الديالوجات. تعالى أفهمك فكرة الديالوج بالراحة كده خلاص في 5 دقايق وبعد كده يعني بحيث إن إحنا نكون برضو لمينا كل حاجة الحمد لله بفضل الله. بيقول لك سارة is telling her brother about robots. بيتكلم أخوها عن الروبوت. فعلي بيقول لها علي I saw a robot today. قالت له أنا شفت النهاردة روبوت. فقال لها سؤال قالت له it's a machine. دي عبارة عن ماشين كان موف بتوصفه. يبقى إيه ده؟ ولا إيه ده؟ يبقى ما هذا اسمها what. بص بقى يا سيدي بدل it is انت عكسها خليها ايه؟ is it بس خلصت. اوعى تكون سؤال بدون ما تنسى الفعل المساعد. فقال where are they used. طب هم بيستخدموا فين؟ قال له نقط. قال لها what can they do. هم يعملوا ايه في الهوسبيتالز في المستشفيات. يبقى انا جبت من الاجابه الجمله اللي فوقيها. يبقى where هي هتقول له بقى they. بص انا بكتب ازاي they. هو كاتب لك are زي انا عكست. they are used at hospitals. طب بيعملوا في المستشفيات؟ قال له نقط. they also can be used at home. طب بيعملوا في المستشفى؟ اكتب اي حاجة انت عارفها. قول مثلا they can
مثلا ايه they can deliver يقدروا ان هم يوصلوا الميديسن الدواء. خلاص. they can help surgeons ممكن يساعدوا السيرجنز الجراحين. في اكتر من اجابه ممكن تتكتب. طيب قال لك هنا سؤال قال له they can help vacuum cleaner. انت هتغش نفس الفكره وبيقول له هم برضو ممكن يستخدموا في البيت. تعالى يقول لها طب هيعملوا ايه في البيت؟ قالت له هم يعرفوا يساعدوا المكنسه يعملوا. طب الجمله بقى هنا هنغش دي what can they do بس مش هوسبيتال، لا at home في البيت. فقال لك هم بيعرفوا يعملوا كذا. قال لك that's great هذا عظيم. قال له جمله قال له yes you are right. you are right يعني انت كلامك صحيح. الجمله دي كده هتتكتب هنا. الروبوتس دي جريت انفنشنز اختراعات عظيمه. قال له فعلا الروبوتس جريت انفنشنز اختراعات عظيمه. وهكذا ده فكره بكل بساطه الاسئله بتاعتها. اهم باراجرافات الكتاب المدرسي يا جماعه اللي ان شاء الله وارد جدا تلاقيها موجوده، وارد جدا جدا جدا. موضوع بيقول لك short stories that can clear moral يعني لديها مغزى واضح، متكلمين عن قصه بسيطه. قال لك بعد كده طبعا وراها الترجمه بتاعتها عشان الطلبه اللي هي ايه، انت مش هتحفظ، انت بس هتجمع معلومات في دماغك. خلاص. واحد بيتكلم عن الجود كواليتيز اوف بيرسون السمات الشخصيه الجيده. واحد بيتكلم عن الامبورتنس اوف كوميونيكيشنز اهميه التواصل وترجمته. واحد بيتكلم عن هاو تو سبيند تايم ازاي نقضي وقت في يعني استخدام الشاشه بطريقه حكيمه وايزلي. ايضا الايميل بتاعك ما ننساش ان لو جالي ايميل بنكتب تو فروم وسبجكت. الايميل يبقى تو فادي خلاص، يبقى تو الشخص اللي انا ببعت له، فروم الايميل بتاعي انا، السبجكت اللي هو العنوان. خلاص. وبعد كده تبدا تكتب الموضوع وفي الاخر تقول يور فريند مين هاني. ده فكره الايميل. خلاص. وبعد كده حبايبي عندنا موضوع عن الاونستي الامانه وافكتس اون سوسايتي يعني تاثيرها على المجتمع. وايضا السوشيال ميديا دبل ايدجد ويبن يعني سلاح ذو حدين. والبروس والكونز يعني مميزات وعيوب المودرن تكنولوجي، موضوع مهم جدا جدا جدا. وايضا بيقول لك المودرن انفنشنز الاختراعات الحديثه برضه هتقراها عشان تجمع منها معلومات. وسكرين تايم هابت يعني العادات وبتاعت وقت الشاشه المهمه جدا. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو الجامد جدا بتاعنا. يا رب تكونوا استفدتوا مننا، حاولنا نأثر على قد ما نقدر بحيث ان احنا نكون ساعدناك. يا رب ييسر لكم ان شاء الله. الناس بقى اللي هتمتحن بكرة، الناس اللي هتمتحن يعني في محافظات موعدة مختلفة، ما تنسوناش بالدعاء. نشوفكم بخير دايما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.